أمير اللواء رئيس أركان جيش البر، السيدات والسادة الضيوف، مرحبا بكم في قطاع اللواء الأول مشاة ميكانيكية بصفة عامة، وفي قطاع الفوج 33 استطلاع اللي متمركز في بنغلاديش. نقترح عليكم برنامج الزيارة التالي بعد العرض النظري اللي يدوم قرابة 7-8 دقائق. نعملوا زيارة ميدانية نشوفوا الحاجز الترابي بمكوناته من الخندق والساتر الترابي، ثم موضع قتال ونقطة ارتكاز. لا يخفى على أحد مدى التأثير الأمني للأحداث والتداعيات اللي عاشتها بلادنا منذ أحداث الثورة. ومنذ سنة 2011 تميز الوضع بانفلات أمني واجتماعي داخلي وإقليمي على غرار تنامي ظاهرة التهريب بمختلف المواد، التسللات والهجرة غير الشرعية، ظهور مجموعات إرهابية وانتشار الأسلحة والذخيرة، ثم ظهور داعش بصفة خاصة في التراب الليبي والتمدد في اتجاه الشرق. لذلك سعت القيادة إلى دعم منظومة أمن الحدود بصفة عامة والحدود الجنوبية الشرقية بصفة خاصة لما تميز به الوضع بالقطر الليبي المجاور من عدم استقرار وغياب الدولة المسيطرة وتنامي ظاهرة داعش. ويتم حاليا العمل على تدعيم منظومة أمن الحدود الجنوبية الشرقية التي تعيش حاليا، إذا نجم نعبر عليه، نقلة نوعية، وذلك بالعمل على إنجاز منظومة أمن حدود متكاملة. ولمزيد التعمق في المجال هذايا نقترح عليكم المخطط التالي. بنشوفوا بعض التحديات على الشريط الحدودي، بنشوفوا تذكير على بالمنطقة العازلة، ثم منظومة دعم أمن الحدود. بالنسبة للتحديات الأمنية على الشريط الحدودي أريد بعض النقاط الهامة. أساسا التسلل والهجرة غير الشرعية، واللي هي في الحقيقة ظاهريا تظهر عادية ما ثم حتى إشكال فيها، إلا أنه يقع استغلالها لتنقل الجهاديين والإرهابيين من وإلى التراب الوطني. النقطة الثانية الهامة في المجال هذايا تتمثل في التهريب من بلادنا، تخرج المواد المذكورة بالخانة الصفراء من مواد مدعمة وغيرها، أدوية وجهاديون، ثم في المقابل الخانة الحمراء هذيك متعرف رحمة الكل اكثر من أسلحة ذخيرة، محروقات، عملة صعبة وإرهابيون. هذه صور حقيقية لما نعيشوها في القطاع متاعنا. كذلك هذه للدخان ولا حتى الفلوس اللي تشوفوا فيها والذهب حقيقي وتم القبض عليه في القطاع متاعنا. هذه فكرة تعطينا المحجوزات اللي شدتها المؤسسة العسكرية في شهر جانفي 2015 وكانت قليلة قرابة 500 مليون. علاش قليلة؟ لأنه ما كانش عندنا الحاجز، إلا أنه كعملنا الحاجز وتم تضييق الخناق على المهربين. المحجوزات في شهر ديسمبر 2015 وصلت 2 مليارات، وتشمل العديد من المواد من محروقات ودخان، سيارات، مواد غذائية، أسلحة وذخيرة وغيرها، والقائمة موجودة أمامكم. وأمام تنامي التهديدات وظاهرة التهريب تم تركيز جهد القيادة قصد دعم كتامة الترتيبة الدفاعية، ونقصد كتامة لتونشيتي. وجاءت الفكرة الأولى متاع المنطقة العازلة واللي خرجت بمقرر جمهوري سنة 2013، وتعرفوها تهم أساسا الجنوب التونسي. إلا أنه المنطقة العازلة في بعض الأحيان ظهرت زادة كذلك غير كافية، وتم العمل على تدعيم منظومة أمن الحدود، وهذه هي النقلة النوعية اللي نحب نقول لكم عليها مع القيادة الجديدة متاعنا، وتشمل النقاط الاهتمام التالية: منظومة الحواجز من خندق ومن ساتر ترابي وجدار مصنع باسيون وول، وهذا نستعملوه اساسا باش نامنوا التشكيلات نتاعنا، ولا نحطوه في النقاط ولا المسالك اللي ما نجمناش نخدموها بالاليات، المناطق الحجريه. 2 منظومه مراقبه فيها مراسد عاديه وتجهيزات الكترونيه متطوره، وهذه ما زالت ما تمش تركيزها، اما جاري
القياده نتاعنا حارسه على تركيزها في افضل الاجال. 3 النقله النوعيه الثالثه تتم باكساب التشكيلات العسكريه الحركيه والقوه الناريه، والحركيه تتمثل في سيارات تتماشى وخاصيه وصعوبه الميدان. القوه الناريه تتمثل في رشاشات ومدافع للتصدي لمختلف التهديدات، وكذلك سيارات تحمي الافراد نتاعنا. النقطة الرابعة اللي نشوفوها من بعد خلال الزيارة نتاعنا هي ظروف العيش لتأمين دوام التشكيلات العسكرية على الميدان، لأنه ما يفكركمش تشكيلاتنا عندها قرابة 5 سنين وهي متمركزة لهنا في خيام. القيادة حرصت باش تحسن ظروف عيش الوحدات العسكرية وتأمن لهم الدوام على الميدان، وبعد تو نشوفوه منظومة الكلة على الميدان والصورة أصدق من التعبير. منظومة الحواجز قبل ما نتكلم ساعة راهو ما هوش جدار عازل، هو حاجز ترابي وما يخفاكمش يتماشوا مع مبادئ عمل الهندسه العسكريه، ومن خاصيته هو تعطيل او تسهيل حركه وتامين حمايه الافراد. الساتر الترابي هذا تم اختيار المسار نتاعو على طول الشريط الحدودي، وقربنا اكثر ما يمكن من حدودنا، خلينا مسافه امان قدر ما بين كيلومتر و 3 كيلومترات. ثم خذينا مسار متقدم بالنسبه لمراكز الحرس نتاعنا، وحاولنا قدر الامكان باش ما نمسوش من املاك المواطنين، وخلينا منافذ قرب مراكز الحرس باش تسمح للرعاة ولا الفلاح نتاعنا باش يتعدى ويشوف قطعه الارض نتاعو. ورانا تواصلنا مع المواطنين ومع الفلاح وما لقيناش صعوبات كبيره في المجال هذا. كذلك ما يخفاكمش الساتر الترابي راه مش باش يعطل تقدم الاعمال غير الشرعيه في اتجاه بلادنا، يحمي كذلك الافراد نتاعنا. هذه صوره صغيره على مسار الجدار اخترناه. تم تقسيم القطاع نتاعنا على تشوفوا هنا 9 قطاع، وكل مقطع يعد قرابه 25 كيلومتر، وخدمه الخدم الاداريه اللازمه مع الجهات الفنيه. ثم كذلك زدنا الجزء العاشر والساتر الترابي ان شاء الله يولي يغطي قرابه 250 كيلومتر. حرصت كذلك القياده باش نعملوا الاجراءات الاداريه، وجبنا الشركات وعملت الاستطلاعات اللازمه نتاعهم، وقمنا بتامينهم ولا نزالوا الى حد اليوم، لانه بعض الشركات ما زالت ما كملتش. وفرنا لهم الاقامه والعيش للشركات اللي طلبت. ثم خذت المؤسسة العسكرية على عاتقها نقل المحروقات من الشركات الكبيرة في اتجاه الصحراء، لأنه ما ثماش مسالك، وعاوناهم وتعطى تعليمات من السيد الوزير رأسا باش كافة الصعوبات الشركات هذه باش تكون المهمة نتاعها على أحسن وجه. هذه فكرة على تقدم الأشغال. الحقيقة ما زالنا شوية لهنا، ما زالونا في بين بلدان ناقصين 5 كيلومتر السيد الوزير ويتموا نورمالمون اسبوع اخر يتم. هذا 5 كيلومتر نزلوا في السبخه. في السبخه موجوده نعم. وعندنا منطقه حجريه لكن تتقدم ببطء شويه في قطاع الذهيبه لهنا، مازالوا ناقصين بالضبط 7 كيلومتر، لكن الشركه تخدم وحارسه على تجاوزهم في افضل الاجال. وما زال عندنا في بلاصه اخرى جهه لورزت ثم صعوبه في الحجر، وهكذا خلى تعطيل وربما ثم مراجعه بعض المعطيات الفنيه لدى الاداره العامه للهندسه العسكريه. مش نعطيكم بعض الصور على الساتر الترابي، لانه الحقيقه هي بدات حلمه، بدات فكره. جينا جبنا تراكسه وحاولنا باش نعملوا حاجه نمنعوا بها الارهابيين. حفرنا في السبخه لقينا الماء، ما زلنا ساعات نلوجوا حتى على المواصفات الفنيه. ثم بدا يعطي اكله وبدا الجدار واضح، وبدات السيارات ما عادش تقول جدار مش جدار، الساتر واعطاه اكله. وبرشا سيارات اللي يتنقلوا في الليل ومش بيتابعوا في الاحداث يلقى روحوا في امباس. التصويره هذه من متعه المهربين ما يركحوش، وديما يسعى باش يحسن طرق العمل نتاعو ويجيب المازوت ولا المحروقات ولا الدخان بشتى الوسائل. هذه بين الحدود الامريكيه والمكسيكيه. ووصلوا المهربين عملوا سلوم باش تطلع الكهرباء من فوق وتهبط. لكن حتى الساتر نتاعنا احنا روح تاع اكلو، مانيش نتكلم على اكلو الاقتصادي والامني،
عطا أكلو، وهذه بعض منكم يعرفها الحادثة نتاع نورزت. اثنين نتعدى للجانب الثاني هي منظومة المراقبة. المراقبة تو بدينا بمراصد عادية، مراصد عادية ومن شأنها تطول النظر نتاعنا والمشاهدة، إلا أنه كذلك ثم في الأفق مشروع نتاع مراقبة إلكترونية، وإن شاء الله باش يقع تركيزه في أفضل الأجال. النقطة الثالثة واللي تعيش نقلة نوعية حاليا هي الحركية والقوة النارية. وكي نتكلم حركية نقصد راهو لا موبيليتي المعدات الدارجة، واللي تتميز معدات دارجة تتماشى رباعية الدفع وتتماشى خصوصية الميدان والمهمة، وتكون مجهزة برشاشات ومدافع خفيفة للتصدي، لأنه أنت والعدو كل عدو عنده السلاح المناسب اللي يمشي معاه. كذلك عندنا تجهيزات من شأن حماية الأفراد في صورة ما يتعرضوا الأفراد نتاعنا إلى اعتداء مسلح أو كمين أو حاجة من نوع ذلك. النقطة الأخرى والتم ظروف العيش واللي القيادة حارس عليها اللي هو ذو معاينة وتنشوفوه مع أي مكان، أنه تم تجهيزنا بوحدات سكنية مهيئة للحياة والعيش على الميدان. هذوما نماذج الفروشات نتاعها من داخل هذه المغاسل، ثم وحدات سكنية وتو نشوفوها من بعد بحول الله. هذه نماذج من الجدار المصنع وتو نشوفوها على الميدان كذلك. ثم سيد الوزير والسادة الضيوف، تشكيلاتنا تقوم بواجبها وتسعى لأمن الحدود وأمن بلادنا، وشعارها هو اليقظة وتوخي الحضارة على مدار الساعة، وسعيين لتدريب وتأهيل الأفراد نتاعنا باش يقوموا بمهامهم بكل حرفية. ثم مبدأ العمل هو التواصل الدوري معهم على الميدان، شعارنا في ذلك لا للمفاجأة، ضمانا لسلامة الأفراد والمعدات للدفاع عن حرمة الوطن نتاعنا. وتشكيلاتنا يعملوا في صمت وانضباط، في ثقة تامة في قيادتنا، ثقة تامة في أنفسنا، ثقة تامة في إمكانياتنا. إن شاء الله بلادنا محفوظة وقاعدين نخدموا طبق اليمين الوفاء والعمل بكل إخلاص حتى تبقى تونس حرة مستقلة إن شاء الله أبد الدهر وبالجهة. شكرا سيد العميد، أمر اللواء الأول مشاة ميكانيكية.